لكن ربنا اللي بيقول ايه؟ تعالوا لي في اي وقت وكلموني في اي شيء، خلاص، وانا لا امل حتى تملوا. وعلى خير عليكم، ان شاء الله يكون يوم جديد عليكم مليان بالخير والفرح. انا فريده، واللي اول مره تشوفوني هقدم معاكم روتينات وحاجات تانية كتيره، فلوجات ومشتريات. لو لسه جداد معايا حطولي لايك والاشتراك، اعملوه في اخر الفيديو لما تحبوني وترتاحوا، وكمان لما تحسوا ان انا بقدم لكم حاجه مفيده وكمان تتشجعوا مني. اتمنى من ربنا ومنكم انكم بعد ما تشوفوا الفيديوهات بتاعتي ما تقعدوش مكانكم وتكسروا وتقوموا تخلصوا اللي وراكم. ثانيا بقى بحبكم جدا جدا جدا. طبعا كلمه بحبكم دي للناس اللي متابعاني من الاول، لاني الناس الجديده لسه ما تعرفنيش، لسه ما حبتنيش كويس. فالناس القديمه اللي عندي انا بحبكم بجد، انتوا مصدر ثقتي وكل حاجه في حياتي. وعلشان ما بلغش شويه، انتوا كل حياتي او انتوا جزء من حياتي، لاني عندي سجوده وعندي احمد وعندي اخواتي وعندي امي. فوالله العظيم انتوا جزء من حياتي، الحاجه الحلوه اللي في حياتي يعني بعد حاجات كتيره قوي حلوه. النهارده هتلاقوني مصوره لكم بثلاث حاجات، الملحفه الصفراء والملحفه البينك، واخر حاجه فيهم هتكون البيجامه. النهارده عاقله شويه في الريكورد بتاعي، لاني يا جماعه انا بكلمكم وانا كولوني قايم عليا، فتحسوني هاديه في نفسي. فانا بحب الضحك والهزار وبحب الصوت التحفيزي واللي يشجع جدا، بس النهارده بحاول على قد ما اقدر ان اتكلم معاكم بكل هدوء عشان كولوني بجد تعبانه قوي. وكمان دلوقتي الساعه 6:30 الصبح، المفروض الفيديو ده ينزل لكم في اليوم اللي انا مش عارفه فيه واقفه ولا لا، بس اتمنى من ربنا اللي يكون يوم رمضان لحد الجمعه كمان ويكون الوقفه الجمعه. النهارده بقى يا جماعه انا نظفت معاكم غرفه النوم. زي ما شفتوا كده في المرتبه، اي حد عنده مرتبه بتاعته فيها صفار، مثلا عنده اطفال عملوا عليها بيبي او هي عملت او عليها صفار لوحديها، حبه كلور عليهم شويه ميه، عليهم شويه فانش او شويه برسيل او اريال، اي مسحوق عندك، وبالفرشه هتبتدي راحه جايه لحد ما هيطلع معاكي وتبقى قشطه. سيبيها تتهوى كويس جدا، وبعد كده تمسكيها تديها تنفضتين 3 4 5 6. ولو المرتبه بتاعتك فيها كده علامه زي علامه المروحه اللي هي دايره كده وعلامه مروحه، تجيبي بقى المكنسه الكهربائيه وتحطيها فيها، دي بتشفط الاتربه اللي جوه المرتبه. هنا انا كنت بلم الغسيل، والمفروض ان انا كنت مسحت الموبيليا معاكم من الازاز، وقلت بقى الم الغسيل واخلص اللي ورايا. طبعا شايفيني انا ماسكه سجوده في ايدي، فعايزاكم كده اللي انتوا ما تخلوش كل حاجه ليها ديول. يعني لو انت دخلت غرفه النوم، نشيل مثلا لو في غسيل يتشال او غسيل يتنشر، بحيث ان احنا ما نفتحش تاني الشباك في اليوم ده، ان احنا نفرش او فيه. انا كده يا جماعه بحب جدا ان انا ارص الستاير، ما افتحهاش واقفل فيها كل شويه، فحبيت ان انا الم الغسيل. ونشرت غسيل غيره على فكره بس ما صورتهوش، وقلت كده خفي ايدي بسرعه بسرعه. عايزه اقول لكم انا لو اوريكم التصوير من غير مونتاج هتشوفوني اصلا انا بجري حوالين نفسي وانا بعمل الفيديوهات دي، بحاول انجز باقصى سرعه عندي عشان خاطر اليوم بجد بيبقى ضيق جدا. طبعا ضيق بالنسبه لي عشان قراءه القران، وان انا استغفر ربنا كتير، وان انا اقعد شويه اسمع شويه كده حديث وحاجات كتيره قوي على قناه النهار لشيخ حلو جدا انا يعني بحبه جدا، اسمه اني قريب البرنامج بتاعه. الحمد لله يا جماعه اليوم ده انجزت حاجات كتيره قوي. انا لميت الغسيل ونشرته، وكمان شلت اللحاف وهبوشه في ميه بشويه مسحوق ومعطر، وكمان شلت الغسيل كله وهنفض السرير، وهتشوفوني هعمل ايه دلوقتي. طبعا انا مسحت المرتبه، بس ده كان تصوير قبلها بيوم، فانا صورتها لكم عشان اوريكم اللي كان فيه صفار والصفار طالعه، وانتوا هتلاحظوا ده بنفسكم وانا بفرش دلوقتي. حابه اشكر الناس المحترمه على الفيديو اللي فات، ان انا كنت كاتبه فيه انتوا اللي مش متربيين وعايزين الفضايح وكده. طبعا عايزه اشكر الناس المحترمه كلها اللي دخلت كتبت كومنتات طيبه. انا والله يا جماعه يعني انا الحمد لله انا بقدم لكم فيديوهات وبس، ولا بقصد حد بكلمه وحشه ولا اي حاجه. والكلمه اللي هي بتاعت مثلا انت فلاح دي دايما انا بقولها، وانا وغيري في ناس كتيره قوي بتقولها. هو احنا اتعودنا عليها، بس مش معنى كده ان الفلاحين وحشين او فيهم اي حاجه وحشه، لا خالص. وطبعا كل واحد ادرى بنفسه وعارف نفسه. وطبعا قلت كتير انا ما فيش حد احسن من حد، كلنا واحد وكلنا سوا. حتى الناس اللي ربنا كرمهم بفلوس زياده عمري ما بشوفهم ان هم اغنياء ولا اقول عليهم اغنياء، لان ربنا وحده بس الغني. احنا كلنا فقراء الى الله وكلنا بنعبد ربنا، فاللي هو احنا كلنا واحد يا جماعه. في الاخر الغفير جنب الوزير، ترابه واحده اللي هتشيلنا، فليه نتكبر وليه نزعل بعض وليه ناخد الحساسيه علينا؟ تم بيطلعوا ياما بيقعدوا يقولوا الاسكندرانيه دول ميه مالحه وشوش كلحه. فبجد الناس اللي عقليتها صغيره قوي ان هما بيقعدوا يقولوا ايه ده انت بتغلطي في الكهرويه، ايه ده انت بتغلطي في الفلاحين دول اسيادك. لا 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 بجد يا جماعه الله يعونكم على انفسكم بجد وعلى نفسيكم، بجد الله يعونكم.
بس نغير بقى الموضوع، وبجد شكرا لكم. هنا بقى كنت بمسح المرايه. عايزه اقول لكم ان المساحه دي ساعدتني كتير قوي. دي عامله 7 جنيه ونص. دي وش مساحه والوش التاني زي سفنجه. الناحيه اللي فيها سفنجه دي اهي انا بدعك بيها المرايه، والناحيه اللي فيها المساحه بنزل بيها ايه الجلانس اللي انا حطيته في قلب المرايه. بتنضف جدا. بس طبعا ملحوظه، اللي عنده موبيليا بيضه وهو بينزل الجلانس بالمساحه بتاعه المرايه تحطه كده فوطه، عشان الجلانس اللي بينزل ده بيبقع في قلب الخشب، وانا يعني مش بحب دوت اللي هو يبقع. هنا بقى قلت الم كده الاتربه عشان خاطر ما اكنس وانا بعد ما مسحت، وانتم متعودين مني ان انا امسح الاول، اكنس الاول بعدين امسح. فانا المره دي مسحت قلت بعد كده هكنس، بس هكنس بالمكنسه الكهرباء فهتشفط الاتربه، لان المكنسه العاديه لما بنيجي بنكنس بيها مش بتشفط الاتربه، بتطلع الاتربه وبتطلع الوبره على الموبيليا والحاجه. حطيت شويه معطر هنا اللي هو باللافندر، بجيبه سايب من عند اي حد عنده بتاع معطرات او كلور صابون، بيبقى عنده كذا نوع متعدد يعني، والكيلو ب10 جنيه، وبتختار اللون او الريحه اللي انت تناسبك وتحبيها. فانا ساعات بجيب اللافندر او ساعات بجيب اللي هو ريحه البرفيوم دي، بتبقى لطيفه. ومسحت بقى بالتميمه بتاعتي. من ساعه لما جبتها ما غيرتش السفنجه اللي فيها، لاني مش عارفه لانها بمسامير، بس هي شغاله معايا لاني انا نظيفه فيها اول باول بمسحها. هنا بقى مليت البانيو بتاعي، حطيت فيه ميه، حطيت فيه بالظبط نقطه كلور مش كتير عشان هو بني ما يبقعش، وحطيت عليه مسحوق من الاريال، وكمان مغرفتين كده كبار من المعطر. تعالوا بقى دلوقتي اليوم التاني مع بعض. صباح الخير عليكم من تاني يوم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن الحال. حبيت اعمل لكم بقيه الفيديو بصوتي بس مش كله. حابه اقول لكم كل سنه طيبين وبحبكم كتير. شكرا شوشو مصطفى، شكرا شكرا هانم، شكرا مين تاني استنوا، في حد تاني يا جماعه، في حد تاني. طبعا حسناء اللي دايما منوراني، شكرا نورهان، شكرا عبد العزيز، دي اكيد بنوته يعني مش ولد. شكرا لكل شخص محترم بيعمل كومنتات كتير كتير ويعملوا شير على قد ما تقدروا. بحبكم كتير 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 كتير، وانا مبسوطه جدا. قربنا على 100,000، فاضل بس 10,000 متابع ان شاء الله، ناخد الدرع قريب مع بعض. يلا بينا بقى نبتدي النهارده واقول لكم انا عملت ايه. ولاني ما بحبش اجي على نفسي ولا على صحتي، فانا ابتديت اعمل اليوم اللي هو التنظيفات، واليوم التاني على طول افرش بقى. اول حاجه بالستاير. الستاير دي لونها لون الركنه بتاعتي، كنت جايبه المتر عامل 55 جنيه، وانا اللي عملت البتاعه دي كده بدبوس من ورا عشان ما كانش عندي او ما كنتش حابه اربطها، فكنت حابه مديها الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. وهنا بقى علقت كده الورد الزرع الاخضر ده، حلو قوي بيدي شكل تحفه تحفه تحفه. وحطيت كمان الكوستر الخوص ده بتاع المطبخ، حطيته كده فوق، فكان مدي شكل حلو قوي. وبقى ابتديت بقى دلوقتي، بصوا يا جماعه انا عايزه اوريكم المرتبه ما شاء الله كانت منوره وشكلها تحفه جدا جدا. يعني الكلور على المسحوق على شويه ميه او فانيش بيخليها قشطه. فلو عندك شويه، لو عندك حتى الدراع بتاعت الركنه او الكراسي بتاعت الانتريه بتاعتك بنفس الشكل ده او مبقعه او غامقه، عادي خالص، بتجيبي شويه برده المسحوقات دي وبتعمليها، بس بدل بالفرشه بتعملوها بالاسبونجه بتاعت المواعين. فرشت بقى هنا الكفر الابيض، هفرش معاكم دلوقتي المفرش بتاع السرير ده. لاول مره انا هفرشه، كنت جايباه من عند بيج على الانستجرام، اسمها حاجه كوتون، عمريه كوتون، هو اصلا عمريه. فعايزه اقول لكم قماشه العمريه بتبقى حلوه قوي، بس تاكدوا انها عمريه، عشان في ناس بتخم تقول لكم عمريه وبيرجع مش عمريه. مع اول غسله لونه بيبقى. عايزه اقول لكم انكم هيعجبكم الديكور قوي النهارده، وتستنوا البارت 2 او استنوا يعني الجوله في شقتي كلها، هصور لكم كل حاجه بكل دقه فيها. انا افتكرت ان انا صورت لكم على فكره فلوج، بس لسه ما نزلتوش، والمفروض ان انا اصور الشقه كلها. صورت المطبخ والتويلت والانتريه، الركنه والسفره، وما صورتش اوضه النوم. يعني شوفوا زي الفل. المهم يا جماعه ان اللحاف ده مرمطني اللي كنت لوحدي، وكان محتاج حد يمسكه معايا عشان يتفرد بسرعه ويتمرمط. انا طبعا انا قصرت لكم فيه كتير قوي 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 عشان انتم ما تزهقوش وتملوا معايا، والله العظيم بجد قعدت على قد ما اقدر اقصر. واخيرا اللي هو الحمد لله اشتغل او انتظم او تصلح يعني، وظبطته. هفرشه معاكم. الخامه بتاعته حلوه قوي، خامه كده تحسوا ان فيها زي ستان في قطن، فبجد لطيفه لطيفه لطيفه. لما اعمل لكم ان شاء الله الفلوج هقرب لكم اعمليها بالظبط، وهقرب لكم على كل حاجه انا عاملاها في البيت. هنا بقى يا جماعه اهم من الشغل تظبيط الشغل، اهم من الشغل ان احنا نظبط بقى شكل السرير كده ونخليه كله ستريت كده حلو وقمر وعسلات فلات. انا بحب الحاجه بتاعتي تكون منظمه، لدرجه ان انا ابتديت ان انا اتخنق من نفسي يا جماعه، خلاص مش قادره من كتر النظام، والله العظيم. النهارده لقيت حبه تراب في الارض، قعدت اكنس الشقه تاني تالت ورابع، اللي هو اتخنقت. حطيت بقى الكوشن دي
دي عليها سويت هوم حلوه قوي قوي قوي، من اكتر الكوشن اللي انا جبتها وحبيتها طبعا يا جماعه. البت فروحه اختي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي كلها. عايزه اقول لك يا فروحه ان انا ان شاء الله باذن الله باذن الله مش هسيبك في حاجاتك كلها، وهظبطك يا فروحه، وهنقي لك ذوق حلو قوي قوي، وهعمل لك حاجات سيمبل وحاجات قمر، وان شاء الله هخليكي كده بصي عروسه قمر. حطيت بقى هنا المفرش ده، دي كنت جايباها للسجاده زي كفر، دي كانت المتر عامله 40 جنيه، جبت منها 2 متر بس، والعرض بتاعها متر و20. حطيت بقى المرايه دي والكوستر الجولد دوت، الجلد والجولد في نفس الوقت، وحطيت الزراعه هنا في الحته دي، وحطيت الاباجورات زي ما شفتم. انا خلاص خلصت الغرفه دي، هنولع مع بعض بخور. انا عارفه ان انتوا عايزين بقى جوله في الشقه كلها، ان شاء الله هعمل لكم جوله في الشقه كلها. بس استنوا، ايوه ان شاء الله هعمل لكم جوله في الشقه كلها بس لما اخلص خالص. وعايزه بقى منكم تعملوا لايكات كتير للفيديو ده، عشان انا عارفه الديكور هيعجبكم قوي قوي قوي، وهتاخدوا افكار حلوه قوي. بس كده يا جماعه، انا مبسوطه قوي، الحمد لله الحمد لله، وصلت اللي انا عايزاه جدا يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، واذا رضيت وبعد الرضا. تعالوا بقى نعطر مع بعض. سمعتوا بخ بتاعتي بتاعت النوم، حبيت احطها لكم كده عشان تتحمسوا كده وتقوموا تروقوا. معطر فريده ما بقاش حلو، قلت لكم قبل كده، فمحدش يجيبه يا جماعه، ما بقاش مركز زي الاول، فممكن نشوف نوع تاني ابقى اشوفه هقول لكم، واللي يعرف نوع كويس. جينا بقى يا جماعه للتويليت، ان انا المفروض ان انا كنت ظبطته على قد ما اقدر، بس حقيقي حاسه ان انا كروته كده اي كلام. يعني حتى انا عامله الرفوف دي عشان يعني اغير في الشكل، بس مش مشكله، على العيد الكبير باذن الله يعني ان شاء الله بقى احاول اظبطه معاكم، واجيب له ستاره مختلفه وسجاده مختلفه عشان السجاده بتاعت الارض مقطوعه، ونظبط مع بعض. حطيت الزرعه الخضراء دي لاني بحس ان اللون الاخضر في اي مكان ابيض بيدي خلفيه حلوه قوي، فحطيت كل حاجه ما تخص الشعر بتاعتي وبشرتي، عشان خاطر انا بسرح في التويليت، مش بحب اسرح بره التويليت خالص عشان الشعر، او عشان ما يجيش في الارض، لا مش بحب ده خالص يعني. اكتر حاجه قريبه ليا هي التويليت، بعد ما طبعا اغسل بشرتي او اعمل روتيني الشخصي، ابتدي بقى انا اعمل شعري كده في التويليت، والفه دوامه، اسرحه واضفره، اعمله تسريحه، المهم ان كل حاجه تبقى قدامي وعلى قد ايدي كده، قدام ايدي بالظبط. وكمان المجموعه اللي فوق دي يا جماعه كنت جايباها من عند شاهي موسى، دي صاحبتي عامله براند باسمها شاهي موسى، البيج بتاعتها على الانستجرام بنفس الاسم كده. هي اصلا بتعمل وصفات للشعر حلوه، فهي كانت بعتها لي جيفت بصراحه، وانا عملت لها عليها ريفيو قبل كده، وحاجاتها تحفه. عايز اقول لكم في كل حاجه، في حمام زيت وفي حمام كريم، بصوا فيها حاجات كتير قوي، وكمان ماسك للشعر، كل ما تتخيلوه، حتى عامله برفيوم للشعر، كل ما تتخيلوه هي عاملاه، وللبشره وللايد والجسم كل حاجه. هنا بقى الديسبنسر دي انا لسه جايباها جديده، فحطيت فيها شويه سوفت ملكي، سوفت ملكي دوت، سوفت الملكي ده من ماي واي، حلو قوي للايد، بيدي نعوميه في الايد وريحه تحفه. حطيت عليه الصراحه شويه ميه، لاني انا لو لوحدي في البيت هعرف، انا يعني انا اللي بعرف اسحب من الحاجه بشويش، لكن احمد بصراحه بيقعد كأنه بيلعب عليها، بيحسسني ببنت اختي او بابن اختي قوي، اللي هو بيقعد يضغط لحد ما يفضي. حطيت عليها شويه ميه، وقلت يعني عشان لما نيجي نسحب تبقى مختلطه بالميه، وما يعني ما هقدرش منها كتير. بتاعت المعجون دي بقى انا قعدت احاول اعملها ازاي، في الاخر يعني عرفت ان انا اركبها، بس للاسف الحلو ما بيكملش، بعد ما ركبتها وشلت الدبل فيس بتاعها وقعت، وركبتها تاني ووقعت، حتى بتاعه معجون الاسنان ركبته برضو وقع، وبعد ما شلني والدبل فيس زي الزفت قطران على دماغه وبرضو وقعت. بس بصراحه هي كشكل حلوه، كنت جايباها عامله بتاع 35 جنيه او 40 او 27 جنيه والله ما فاكره. مسحت هنا المرايه الاول بالبطانه المبلوله، وبعدين بنشره، وبعدين بمناديل، وظبطتها يعني وخليتها تلمع. وبعد كده رحت بقى للركن بتاع الشاور، مسحته ونظمته، وقلت احط بقى الحمامات الكريم تحت بعضيها، وده اللي يخلص استخدم بقى اللي بعديه. فانا بستخدم فاديكا، واللي وراه دول صحابي بعتنهم لي برضو كادو، لسه ما استخدمتهمش، فانا مش بحب اخلط شعري عادي، ممكن اخليه هدنه، ياخد هدنه ممكن مثلا اسبوعين او شهر من النوع الحمام الكريم اللي انا بستخدمه، واستخدم اللي بعديه، لكن مش باخد من كل واحد مره في كل مره تشاور يعني، لا. هنا خلاص خلصت بقى التويليت، حطيت المناديل دي، وقلت افرش الفرشه، وكمان السجاده اللي في الارض الرصاصه دي كنت غسلاها، وخلاص يا جماعه يعتبر انا هنا خلصت. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات كومنت حلو، او تقولي رايكم، بحبكم كتير كتير كتير. ما تنسوش تصلوا على النبي، وكل سنه وانتم معايا في رعايه الله، ولا اله الا الله، وحدوا الله واستغفروه. باي باي.